كذا حد من دفعه 2026 متشتت بسبب موضوع ان هو يبدا امتى. بصوا يا جماعه، فكره ان انت تبدا امتى دي، لو انا مثلا هقول لك هتبدا، هقول لك ابدا مثلا في نص 8، ابدا في اول 9، تمام. لكن لو انت المدرس بتاعك بدا وانت خلاص انت بتثق في المدرس ده اصلا ومتعود على شرحه، لا ابدا مع المدرس اكيد، يعني اكيد مش هتراكم، لا ابدا مع مدرسك لو انت واثق في المدرس. لكن لو انت ما تعرفش لسه بقى هتبدا تحجز دروس، ما تعرفش المدرسين اصلا مين ولا تعرف اي حاجه في اي حاجه، لا خليك انت على وضعك، مالكش دعوه انت بالناس دي. لكن لو انت مدرسك بدا وانت اصلا مدرسك كان في تانية واولى ثانوي، ابدا معاه. طيب هنا كانت مشكلتها بتقولي ان هو كحل مش احسن حاجه. بصي يا ماشي ماشي يا قمر، تمام. آم، الحل في ثانويه عامه لا يقل اهميه عن الشرح. بمعنى ان انا الشرح مهم جدا اكيد عشان افهم الدرس، لكن الحل ده اللي بيأهلك ان انت تخشي امتحان ثانويه عامه وتعرفي تحلي، لان هيسالك اسئله معتمده على الفهم واستنتاجك من الحل، فطبيعي تختاري مدرس بيحل كويس. طيب بصوا يا جماعه، انا اصلا كنت معتمده بنسبه كبيره جدا في الحل على نفسي، يعني انا ما كنتش بحب اتفرج على مدرسين بيحلوا، لكن على اي بناء اقيم المدرس بيحل حلو ولا وحش؟ لما يجي يحل معاكي طبعا الاسئله بتبقى ام سي كيو، يعني انت دلوقتي عندك 4 اختيارات، في اجابه منهم صح، في 3 غلط. المستر يفصل لي ليه ال3 اجابات غلط دول، ويبدا يعمل لي تعديلات في ال3 اجابات. يعني مثلا احنا لو ضفنا الكلمه دي مثلا الاجابه رقم 2 هتبقى صح، لو احنا مثلا عدلنا في السؤال الجزئيه دي الاجابه رقم 3 هتبقى صح، لو احنا مثلا استبدلنا الكلمه دي في الاجابه رقم 4 لا هتمشي وهتبقى زي الفل. فهو كده بيفصل لك ليه ال3 اجابات غلط، ولو عملنا تعديل فيهم ايه تبقى لا الاجابه دي كويسه. انا شايفه ان دي افضل صراحه طريقه المستر في نظام جديد يحل بيها معايا، خصوصا ان الحل ايه، ان انا اطلع من الفيديو مستفيده بمعلومات زي فيديو الشرح بس. وبتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما قلت لكم المدرسين بتوعكم لو بداوا اللي انتوا خلاص بتثقوا فيهم لا ابداوا، لكن لو انت بقى لسه اصلا هتاخد اونلاين او لسه ما قررتش تاخد مع مين، لا ما تبداش دلوقتي، لسه بدري اصلا.